عمرك سمعت عن أمواج بطول ناطحات السحاب؟ موجة بطول برج خليفة وارتفاع بيوصل ل 100 متر وأكتر. أنا قريتها في كتاب مكتوب من 1400 سنة. واسمع القصة يا صديقي وخلينا نمشي في رحلة لفهم الآية وفي الآخر نوصل لمفاجأة. وقف العلماء والمفسرين عند مصطلح موج من فوقه موج، عايزين يفهموا الحقيقة العلمية للآية. لحد القرن العشرين كان الأمواج المعروفة للعلماء ولينا هي الأمواج السطحية زي اللي بنشوفها دلوقتي، وقالوا إن خبط الأمواج ببعض وتقليب المية زي ما احنا بنشوفها كده هو ده ممكن يكون موج فوق موج. تحس إن احنا كتير بنشوفها موجة فوق موجة، وخصوصا عند الشط بنشوف المية فوق المية، لحد ما يثبت العلم ويتوصل للأمواج الداخلية. أرقامها مفجعة، طول الموجة بيتقاس بالكيلوات وارتفاعها بيوصل ل 200 متر، وطبعا ذكرت في القرآن من 1400 سنة. موضوع توصل له العلماء بس في القرن العشرين في الستينات كمان، وده كان دليل ان كلام سيدنا محمد حق، وان اللي نعلمه الكلمات ديت هو ربنا سبحانه وتعالى. صديقي الجميل، خلينا نكمل في رحلتنا، واحب اقول لك من نعمه ربنا علينا ان الشمس جزء كبير منها محجوب عننا وبيوصل لنا نسبه قليله منها. اللي بتلسوعنا في الصيف ده كده جزء، احنا لو قربنا من الشمس هنتحرق. الجزء اللي بيوصل ده لما بينزل على البحر الميه بتمتص جزء كبير من اشعه الشمس، كمان الضوء بينزل الميه بتتحلل اطيافه والالوان تروح واحد ورا التاني ويستمر لحد الازرق زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت، وارجع شوفها. وفسرها العلماء في الاول بمنطقه سطحيه زي ضوء شمس كده شبه ضوئيه وضوئيه، وبعد كده التقسيم المعروف وقلناه قبل كده زي منطقه ضوء الشمس، وبعد كده منطقه الشفق ومنطقه الابيسل زون والهدال، فاكرينهم؟ بس لو ترجع تشوف الحلقات اللي فاتت وصولا لاعمق الاعماق اللي بتلاقي فيها الامواج الداخليه والظلمه السحيقه، وهو ده طبعا اللي كان مذكور في الايه. وامشي معايا في الرحله. طبعا التوقعات من العلماء كلها ان مفيش حياه هنا في الاعماق دي، ويكتشفوا طبعا زي ما كلنا عارفين حياة بحرية كاملة بعجائبها، كائنات قادرة تتعايش، حياة كاملة، صناعة إلهية، مصابيح طبيعية لكل كائن بحري بيستخدمها للهجوم والدفاع عن النفس، التلألؤ البيولوجي طبعا اللي أنا بتكلم عليه، فتحات حرارية نارية، أمواج عملاقة، وبحيرات جوه المحيط. ونوصل لآخر محطتنا بعد ما العلماء ابتدوا بس بأن هم كانوا عايزين يعرفوا يعني إيه الموج اللي فوق الموج، توصلوا للموج اللي في الأعماق وتشتت إضاءة الشمس واختفاء الألوان والحياة في العمق الكبير مع العتمة والضلمة، وإن ربنا خلق لكل كائن مصباحه الإيماني الخاص بيه. فمعنى الآية إيه بقى؟ إن اللي مش هياخد بنور ربنا زي الكائنات اللي تحت اللي في العمق اللي في العتمة دي بضغط كبير وماشية بالنور اللي ربنا صنعه لها، يبقى حاله هو حال الكائنات دي في الظلمات دي في الأعماق دي ومن غير نور خالص. حد فاهم حاجة؟ دمتم سالمين.